السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. هنعمل مع بعض ان شاء الله العزيزية الدمياطي، سهلة جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. اظن بقى الصورة بتتكلم عن نفسها، فظيعة خالص وكمان هتعجب الأولاد، غير ان هي كمان مغذية وهترطب كده علينا في الجو اللي احنا فيه ده. تعالوا كده مع بعض نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ولو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش تعمل اللايك والاشتراك في القناة علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. تعالوا كده قبل ما نبدأ في الوصفة اوريكم الاول شكلها عامل ازاي بعد ما خلصت، وكمان سبتها تهدى خالص كده بقت معايا بالشكل الجميل ده. بصوا، لذيذة 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 وهتعجبك وهتدمنيها من جمالها كده. الطريقة دي حلوة جدا وسهلة ومغذية كمان. يلا بينا ندخل على الطريقة ونسمي الله ونقول هنبدأ بإيه الأول. اول حاجة كده معايا حلة فيها مية ومولعة عليها كده. اول ما تغلي معايا هقوم منزلة عليها كوباية من المكرونة، اي نوع مكرونة بقى انت عايزاه. تمام. انا هنا كده نزلت المكرونة بالشكل ده وهسيبها لما بصوا تستوي وتجيب اخرها وتبقى معايا بالشكل ده. شايفين بقى؟ بس كده استوت وبقت معايا مية مية. تعالوا نشوف الخطوة التانية. هنا معايا لتر من اللبن، معايا كمان كوباية الا حاجة بسيطة كده من السكر، ومعايا معلقتين كبار من الكريم شانتيه، وكمان المكرونة المسلوقة كنت سبتها برضو لما هدت كده وبردت خالص. شايفين بقى اللبن ده لبن مغلي، كان كمان عندي في التلاجة غالياه وسايباه في التلاجة، عمل طبقة حلوة كده جدا من القشطة. لازم برضو اللبن معاكي يبقى دسم كده وحلو عشان يديكي طعم برضو في الاخر للمكرونة العزيزية تبقى حلوة جدا. هنا اخدت نص كمية اللبن ونزلت يعني عملت الموضوع ده على مرتين، وخدت كده نص كمية المكرونة وخدت السكر نزلت بيه، وهضرب الكلام ده كله كده في الخلاط. اهم حاجة يعني ان في الاخر تضربي المكونات دي كلها كده في الخلاط وبس كده، مفيش اسهل من كده. وقبل اي حاجة بقى ما ننساش نسيب ربع كوباية كده من اللبن علشان نحط فيها النشا في الاخر، بدل ما نجيب مية وكده. لا، عايزينها تبقى دسمة كده وحاجة يعني ايه حلوة كده ومن الاخر. شايفين الجمال؟ بس كده نزلت بقية الكريم شانتيه على المكرونة واللبن، وكنت اخدت نص كمية المكرونة اللي ضربتها في الاول سبتها في الخلاط، وكملت على بقية الكمية اللي فضلت معايا. بس كده شايفين بقى ضربتهم وبقوا معايا بالقوام ده. هوريهولكوا برضو كده من قريب. طبعا انا ضربتها ضربة يعني ايه خفيفة كده، حابة ان هي تبقى ناعمة خالص وتضربيها جامد فدي حاجة ترجعلك، بس انا كنت عايزة اللي هو يعني يبقى فيها مكرونة كده بس. وكل واحد بقى حسب ما هو عايز، يعني حابة ان انتي تضربيها خالص ماشي تمام، حابة ان يبقى فيها برضو من المكرونة كده حتت، ده برضو حاجة ترجعلك. هنا كده حطيتها على في حلة، والحلة ولعت عليها بالشكل ده، وبدأت ان انا اقلبها كده تاخد برضو غلوتين كده مع اللبن عشان برضو المكرونة تتطعم كده وتاخد من طعم اللبن برضو. ونزلت بعد كده بالنص كوباية من اللبن عليهم معلقتين كبار من النشا، وهبتدي ان انا اقلب بقى الكلام ده مع بعض. ومعايا كمان معلقتين بقى من الزبدة هتديها طعم حلو جدا وهتخليها غنية كده في الطعم. ومعايا كمان معلقتين كبار من جوز الهند، حابة برضو الخطوة دي تمام. لو بتحبيه مش بتفضليه يعني ممكن نستغنى عنه، بس هو بيدي ريحة وطعم حلو جدا. بس ادت لهم تقليبة كده حلوة مع بعض. واخر حاجة نزلت برشة الفانيليا، هديهم تقليبة حلوة كده مع بعض. ده اخر خطوة بقى اللي هي ايه عملت فقاقيع كده معاكي، ان هي كده النشا استوى وهي بقى ايه اتظبطت معايا وخلصت كده. بعد كده قفلت عليها وهجيب بقى صينية مقاس 30، ومعايا هنا يعني ربع كوباية يعتبر من زبدة على سمنة تكون بلدي او نوعها كويس بتحبيه. بدأت ان انا سيحتهم كده ودهنت كده الصينية بالشكل ده بالزبدة والسمنة، ونزلت بيه الخليط اللي احنا عملناه مع بعض المكرونة.
هسيبها بقى تهدى خالص خالص وتشمع كده معانا، عشان بعد كده ندهنها برضو يعني ايه من السمنة والزبدة على الوش كده، وتديكي بقى اللون الحلو ده. وفي خطوة برضو هتخليها احلى واحلى هقولكوا عليها دلوقتي. شايفين جبت كده من الزبدة والسمنة، بدأت ان انا كده ايه ادهن الوش بتاع المكرونة بعد ما اتشمعت وكانت بردت معايا. اهم حاجة ان هي تبرد تماما عشان تعمل معاكي طبقة كده ان انت تعرفي تفردي عليها الزبدة والسمنة بالشكل ده. وممكن برضو تعمليها بسمنة بس لو حابة، يعني تسيحي السمنة وتفرديها على الوش. وممكن برضو الزبدة بس حسب ما انت حابة وعايزة يعني تبقى طعمها يبقى عامل ازاي. الحاجات دي برضو بتديها طعم حلو جدا في الاخر. وبعد كده جبت بقى ايه شربات متوسط كده، اللي هو مش خفيف قوي ومش تقيل، علشان برضو يتفرد معايا على وش المكرونة بالشكل ده. دول عبارة عن ايه معلقتين كبار من السكر، اقل منهم بقى ميه، وضفت حاجه بسيطه خالص من عصره ليمون، وعلى نار هاديه كده يعني 3 أو 5 دقايق. بعد كده ادهن بيهم وش المكرونه عشان تدينا اللمعه وطعم حلو. وهتبقى معاكي بالشكل ده كده، تدخليها الفرن بقى وتبقى معاكي بالشكل ده. طبعا هنفتح عليها الشوايه بس لغايه ما تاخد اللون الحلو الجميل ده. مش هنفتح عليها البوتاجاز من تحت، ومش هتبقى قريبة من الشواية عشان ما تتحرقش. احنا هننزلها شوية يعني في نص البوتاجاز كده علشان تاخد اللون الحلو ده. بس كده شفتوا الطريقة حلوة ازاي وبسيطة وسهلة خالص. وكمان ممكن المكونات تكون عندك في البيت، اللبن والمكرونة، وهتعمليها في بصوا في ساعتها. اهم حاجة بس ان انتوا ايه تخلوها كده تهدى معاكم. بعد كده لما تبرد خالص في الاخر هندخلها التلاجة ساعة او ساعتين وبألف هنا. هنا كده كانت بردت معايا ودخلتها التلاجة، كانت سقعانة كده وحلوة. وبصوا بقى حلو خالص، وكان طعمها بجد بجد يعني حلو جدا، وكانت عجبت اولادي. ان شاء الله هتعجبكم برضو باذن الله. ما تنسيش تعملي اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.